اوعى ابدا تكون بتتصفح فيديوهات ويظهر قدامك فيديو غريب وتفتحه، خصوصا لو كان عنوانه والصورة المصغرة بتاعته شكلهم مخيف ومريب، لان ده ممكن يكون واحد من الفيديوهات المنتشرة اللي بتسبب المس من الجن. ابطالي وبطلاتي هلا والله. صاحب القصة بيحكي وبيقول الموقف ده من ساعة ما حصل لي وانا مش عارف اعيش حياتي وانا مطمن تاني، لان حاسس انهم دايما معايا. في البداية كده انا زياد، شاب عندي 20 سنة، وزي معظم الشباب بشتغل جنب الدراسة بتاعتي علشان اساعد اهلي في المصاريف، وبرجع من الشغل بالليل تعبان ومرهق جامد، فبفتح البرنامج الاحمر بتاع الفيديوهات اضيع عليه شوية وقت لحد ما انام. كل يوم بعمل كده لحد ما جات الليلة المشؤومة، وزيها زي أي ليلة مددت على السرير وفضلت أقلب على التطبيق لحد ما من ضمن الحاجات اللي ظهرت لي وأنا عمال بقلب أغنية كذا كذا النسخة المحظورة. آسف يا أبطال، مش هينفع أقول لكم عليها حفاظا عليكم، هي ظهرت لي في الصفحة الرئيسية كده من غير ما أبحث عنها، ففضولي شدني إن أضغط عليها وأشوف بتتكلم عن إيه، ويا ريتني أبدا ما خدت الخطوة دي، لأن اللي حصل لي حقيقي دمر حياتي. في البداية أول ما شغلتها ما كنتش سامع أي صوت، في صورة ثابتة بس قدامي شكلها غريب لكائن شكل الشيطان أو الرسومات اللي بيشبهوها بيه، والكائن ده ماسك في إيده مايك وكأنه بيغني. فقلت لنفسي إيه الهبل ده، وكنت بجهز نفسي علشان أطلع، ولكن فجأة بدأت أسمع صوت كأنه جاي من بعيد، هو صوت من السماعة ولكنه بعيد قوي. كانت موسيقى صوتها واطي جدا، ولكنها مع الوقت بدأت تقرب وتعلى، وعلى غير ما كنت متوقع كانت حماسية وجميلة، ولكن وانا بسمعها بدأت تظهر مشكلة. مش عارف ليه بدأت أحس إني مخنوق ومتضايق، ولكني مع ذلك فضلت مكمل وما ربطتش الموضوع خالص بالأغنية، وفضلت على كده سرحان فيها. ولكن فجأة فقت على حاجة غريبة والأغنية بتخلص. وقتها صوت الموسيقى رجع يوطى، ولكن ظهر صوت غريب بيتكلم بكلام مش مفهوم، كان صوت غليظ عمال يقول حاجات غريبة. فشلت السماعة من ودني وسبت التليفون، وكانت ساعتها ضربات قلبي عالية وحاسس بخنقة وزهق والله ما عارف سببه ايه. فسبت التليفون على السرير وقمت اغسل وشي على امل ان ارجع كويس، وبالفعل قمت ورحت الحمام وبدأت أشطف وشي بشوية مية، وأقسم لك بالله وقتها بدأت أحس إحساس كفيل إنه يجيب لحد سكتة قلبية سخونة جديدة ضربت في ظهري بشكل مرعب، وكأن حد جاب استشوار وشغله على السخن ووجهه لظهري. فاتخضيت كده وبرفع وشي، عيني جت على مراية الحوض، ووقتها شفت منظر خلاني طلعت من الحمام وأنا بصرخ وبنادي على أهلي. كائن مرعب شبه اللي كان في الصورة بتاعت الأغنية واقف ورايا، كان لونه اسود وبقرنين وجسمه ضخم ومليان شعر. فجريت على اهلي بسرعه وانا بصرخ وصحتهم، فقاموا مفزعين وسالوني مالك في ايه، فحكيت لهم وانا بالعافيه باخد نفسي، فاستغربوا جدا اللي انا بقوله. وقام والدي مخضوض يبص معايا على اللي انا بقول ان هو ظهر لي في الحمام ووقف ورايا، ولكن لما رحنا الحمام ما كانش فيه حاجه. فوالدي قال لي اهدى يا ابني مفيش حاجه، جايز انت اللي مرهق او واخد في بالك من ساعة ما سمعت الأغنية دي. ولكن اللي ما كانش يعرفه إن هو نفسه هيتأذى أكتر مني بكتير، ولكن ده اللي هنعرفه في الجزء التاني. وبس كده، سلام. الشاب اللي قدامك ده قرر انه يدخل طريق المقابر هو والكلب بتاعه في عز الليل، ولكن اللي حصل لهم الاتنين شيء مرعب. شاب بيحكي وبيقول انا هحكي لك عن اكتر موقف رعبني في حياتي، واللي بسببه لحد النهارده بطلت امشي متاخر بالليل لوحدي. في البدايه كده انا رامي، شاب عندي 17 سنه ومربي كلب اسمه تايجر، ودايما كل يوم بالليل بنزل امشيه شويه علشان اخرج الطاقه السلبيه منه. ولكن من فتره مش كبيره كنت في فتره امتحانات، فما كنتش قادر اركز معاه، لا بخرجه ولا بلعب معاه ولا اي حاجه، كنت مركز بس في المذاكره لحد ما خلصت الحمد لله امتحانات وبدات افوق له. وفي ليله قلت بما اني ما خرجتوش بقالي فتره اخده وانزل بيه شويه كده اول ما الرجل تخف في الشارع، وقررت اني همشيه فتره طويله علشان افرحه. وبالفعل على 12 بالليل كده خدت بعضي وخدت تايجر ونزلنا وفضلنا نتمشى كتير لحد ما خلاص انا تعبت ولفيت بيه علشان ارجع. ولكن وقتها الطريق اللي كنت جاي منه لقيت عربيه حكومه وقفت فيه،
وكانوا تقريبا عاملين كمين لحد. فانا علشان ما احتكش بيهم او ما اخليهمش يشتبهوا فيا خدت طريق تاني خلاف اللي انا جيت منه، والطريق ده طريق المقابر. الطريق طريق مختصر جدا ولكنه برضه مخيف جدا، ولكني كنت مطمن لاني ماشي مع تايجر مش ماشي لوحدي، ولكني ما كنتش اعرف اني لازم اخاف اصلا علشان تايجر. اول ما بدات امشي من الطريق تايجر بدات حركته ونظراته تكون غريبه، وبقى عمال يمشي بسرعه وكان بيبص للمقابر بشكل غريب. فانا وقتها بدات اخد بالي واسرع خطوتي معاه، بس مش عارف هو بيبص على ايه، ولكني عارف انه ما بيبصش البصات دي غير لما يكون في خطر قريب. ووقتها فعلا بدأ الكلب يزوم بشكل مرعب، وكان باصص على شارع من شوارع التراب المظلمة. فبصيت على الشارع مطرح ما هو باصص لقيته فاضي، فحاولت اخد الكلب وامشي ولكنه ابدا مستحيل، مش راضي يتحرك، باصص للشارع وبيزوم وهو كاشف انيابه. فحاولت تاني اشده، قام ناتش نفسه مني وخلع الحبل من ايدي وطلع يجري، طلع جري على الشارع المظلم اللي باصص ليه. وقتها فضلت اناديله وازعق ولكنه ما عادش ابدا بيسمع اي امر، فاضطريت وقتها ان اجري وراه في قلب المقابر. ووقتها اقسم لك بالله اول ما دخلت وبقيت محاط بظلام المقابر بدات احس اني دخلت عالم تاني. احساس ببروده شديده بدات تكون حواليا، وصوت اصوات زي اصوات الهمس، وكأن في حواليا ناس بتتكلم انا مش شايفهم، وما كنتش سامع غير صوت اصواتهم واصوات خطوات الكلب. ففضلت ماشي وراه وانا برضه لسه بنادي لحد ما فجأة صوته سكت. فوقفت مكاني وانا عمال اقول تايجر تايجر انت فين؟ ولكن الكلب صوته اختفى تماما. ففضلت امشي في الظلام وانا مش شايف اي حاجة، وساعتها بدأت احس حرفيا ان رجلي بتغرز في حاجات مرعبة وكأني بدوس في لحم ودم، وكان في برضه حاجات بتلف حوالين رجلي وعايزة تكفيني على وشي. ففضلت وقتها استعيذ بالله واقرأ قرآن، ووقتها الحاجات دي اختفت وبدأت احس اني ماشي عادي. ولكن فجأة وقتها سمعت صوت في وسط الضلمة والسكوت المرعب ده كان هيوقف قلبي حرفيا من الرعب. صوت الكلب بتاعي بيعوص بشكل مرعب، وفي صوت عامل زي صوت بوابة حديد بتتخبط. الصوت ده كان قريب مش بعيد، فطلعت بسرعة اجري على مكان الصوت. اتصدمت وانا رايح الصوت بدأ يختفي وكأن الكلب بيطلع في الروح. ففضلت اجري بسرعة لحد ما وصلت لحد المكان، ووقتها كانت اكتر لحظة مرعبة في حياتي. الكلب بتاعي متعلق في بوابة حديد لقبر، حد ماسكه من رقبته. الحد ده جوه المدفن والكلب بره المدفن، واللي فاصل بينهم البوابة الحديد. الكلب وقتها كان بيحرك رجله الحركات الأخيرة. طلعت أجري بسرعة أشوف مين اللي ماسكه من جوه المدفن ده. أول ما رحت وبصيت رجعت لورا وأنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلب ممسوك بإيدين اتنين، ولكن أقسم لك بالله هما إيدين اتنين بس، لا في جسم ولا أي حاجة. فوقتها لما استعذت بالله الكلب وقع على الأرض والإيدين اختفوا. ففضلت اقول قرآن وانا متلخبط وعمال ادخل الايات في بعضها، وخدت الكلب شلته وبدات اجري بيه. وانا بجري بقيت سامع صوت رجول بتجري ورايا، صوت عامل زي صوت الخرفان وهي بتجري. فكنت مرعوب جدا وعمال اقرا قرآن لحد ما خلاص خرجت من المقابر. ووقتها سمعت صوت بيقول سيبوه مش هيجي تاني. وقتها حتى ما لفتش اشوف مين، خدت الكلب وطلعت اجري على البيت. وهناك اول ما وصلت الكلب طلع اخر نفس على ايدي ومات بعدها، وكأنه كان مستني لما يطمن عليا. وكانت وقتها اكبر صدمة ليا، لدرجة اني كنت حاسس ان خلاص هموت وراه من الحزن. وفضلت فترة طويلة وانا حزين عليه جدا. وبعد فترة لما بدأت اتعايش مع الوضع حكيت قصتي لامام الجامع بتاعنا، كنت بسأله علشان اعرف انا ايه اللي حصل معايا وحصل للكلب بتاعي، وتحديدا كمان ايه الصوت اللي سمعته في الاخر ده. فقال لي الشيخ انه غالبا ده المارد. مارد المقابر هو اللي امر الجن اللي هناك انهم يسيبوه، او ممكن يكون هو اللي عمل كل ده اصلا، من اول الكلب اللي شفته وهو ممسوك لحد الاصوات اللي سمعتها بتجري وراه، لان المارد بيقدر يعمل حاجات كتير جدا. وقال لي اللي اقدر اقوله لك انك تحمد ربنا انك طلعت من هناك على خير، فاوعى تكرر التجربة دي تاني. وبس كده.